السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. انا بقى بصوا افتكست افتكاسة جميلة كده، شايفين اللي عمالة تبقبق وتغلي قدامكم الكفتة الرهيبة دي. انتوا مش هتصدقوا طعمها وجمالها وريحتها يا جماعة. شايفين الشكل والجمال؟ تحفة. كان عندي حتة لحمة مفرومة صغيرة خالص، جبتها وبشرت عليها بصلاية وفصين توم وبهارات بقى، ملح وفلفل اسود وزعتر وقرفة وشوية بهارات لحمة، وقلبتهم كلهم في بعض ورشة كده معلقتين بقسماط، وكورتهم الكور اللي انتوا شايفينها دي. وشوفوا بقى هنبدأ في الطريقة ازاي. كان عندي بواقي اكل ومحمد ابني كان هيفطر بره، فاحنا التلاتة بس، انا وزوجي وسلمى. قلت حاجة كده ايه على السفرة مع بواقي الاكل بتاعت امبارح. ادي الكفتة اهي بعد ما عملتها دواير كده. وحطيتها، حطيت شوية زيت صغيرين خالص في الطاجن اللي أنا هاعمل فيه أصلًا في الفرن، وباحمّرها زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا هي منزّلة دهون كتير، لإن أنا كنت جايباها فيها دهون شوية عشان كنت هاعملها كفتة مشوية، بس إيه كان باقي جزء كده منها قُلت أعمله بالطريقة دي. أنا هاصفّي طبعًا الدهون دي كلّها، مش هاسيب الدهون دي كلّها أبدًا، أبدًا طبعًا، لكن بعد ما إيه آخُد كده حلاوتها وتاخد التحميرة الجميلة بتاعتها، ونشوف بقى هنعمل إيه تاني معاها. لكن يا جماعة والله زي ما باقول لكم وصفة تجنن، تجنن ومش بتكلف حاجة خالص. يعني اللحمة المفرومة كان جزء صغير جدًا، وفي نفس الوقت الطعم رهيب، كأنِك قاعدة في مطعم بتاكلي ألذ طاجن كفتة. طاجن كفتة ما شُفتش حد عمله بالطريقة دي قبل كده. هنشوف بعد كده بعد ما طلّعنا الكفتة أهيّة الدواير من الزيت، هننزل بقى بالبصل الشرايح مكان التحمير بتاعها بالضبط. وزي ما قُلت لكم إحنا الزيت ده طبعًا أو الدهون اللي نازلة من اللحمة دي هنصفّيها كلّها دلوقتي، بس مش قادرة أقول لكم ريحتها تجنن بصراحة، بيني وبينكم ريحتها حلوة، لكن طبعًا مش صحية خالص، هنضطر نصفّيها كلّها. شايفين كده البصل ياخد تشويحة كده لحد ما يدبل سِنّة صغيّرة، وهاكون مقطّعة فلفل ألوان. لو ما عندكيش فلفل ألوان ممكن فلفل أخضر وخلاص، وبشرة طماطماية. هاجيب الفلفل الألوان أهو، وهاروح نازلة على البصل. أنا صفّيت شوية على فكرة من الدهون، خلاص ما عادش في دهون كتيرة. هاقلّب تقليبة حلوة كده، كلّه مع بعضه ياخد تشويحة كده جميلة. وبعد كده هنحط البهارات طبعًا علشان نطعّمها. هي اللحمة كده، كده فيها بهارات، نفس البهارات هنحطها على الخلطة دي، بس مش هنكتّر طبعًا عشان اللحمة نفسها فيها البهارات. شايفين هي بتغلي غلوة جميلة، هنحط الملح وهنحط الزعتر، شوية زعتر كده كويسين. باحب الزعتر مع القرفة جدًا في أي لحمة مفرومة، متعصجة بقى كفتة أي حاجة بصراحة، زعتر وقرفة حاجة تانية خالص، بيخلّوا الدنيا يعني بيوديكِ لسكة تانية خالص. وهاحط شوية بهارات لحمة، وبعد كده سِنّة القرفة. القرفة دي عشقي يعني بصراحة، بتدّي للأكل نكهة كده جميلة جدًا. آدي القرفة، هنحط شوية قرفة. على فكرة ده طبق بايركس بس بيتحط على النار من فوق، أنتِ خدي بالِك من البايركس اللي عندِك، هل بيدخل فرن بس والّا ممكن يتحط على النار من فوق؟ لإن طبعًا ما تجازفيش وتحطيه على النار وبس. لكن هو ده الطاجن اللي أنا هاحط فيه كل حاجة. خلاص كده اتقلبت تقليبتين، هننزل بقى بالإيه، بالكفتة اللي إحنا حمّرناها أو كرات اللحمة اللي إحنا حمّرناها، وهتتقلب تقليبتين. وأحط بشرة طماطم أهو. حطي بشرة طماطم عادي قبل اللحمة بعد اللحمة، كده كده كله هيتكتك في بعضه دلوقتي وهيغلي في بعضه دلوقتي. مش قادرة أقول لكم الريحة كانت عاملة إزاي. قلت لازم أصورها لكم والله، ولا كان في بالي تصوير خالص، لكن لما لقيت شكلها مغري كده قدامي وشكلها حلو قلت أقول لكم عشان كمان بنحتار على الأكل. دي بقى تعمليها جنب شوية رز أبيض في رمضان تبقى تحفة. شايفين الجمال؟ شايفين البقبقة دي؟ أنا هاعملها كده شوية وبعد كده هادخّلها الفرن، تاخد ريحة الفرن كده وتحت الشواية بقى تحمر. لسه لونها يغمق طبعًا كده لسه علشان فيها مَيّة. هادخّلها بقى هنا كده، خدت التقليبة الحلوة، أدخّلها الفرن أهو قدّامكم، تاخد غلوة في الفرن ووشّها يحمر تحت الشواية وبس. هنطلّعها أهي، شوفوا بقى بعد ما طلعت بقى، بُصّوا على الجمال والحلاوة. أظن عايزين تاكلوها حالًا دلوقتي، دلوقتي حالًا. ومع الرز الأبيض أنا كنت عاملة معاها رز مبهّر لإنه كان من امبارح يعني عندي وكده، بس هي لو رز أبيض خالص هتبقى روعة وهتبقى جميلة جدًا وبألف هنا وشفا. جرّبوها وجنبها شوية سلطة أو شوية مخلل، وكده هتبقى وجبة حلوة أوي، 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 وبألف هنا وشفا عليكم وعلى قلوبكم. كل سنة وأنتم طيبين.